السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ مودي. ان شاء الله النهاردة معانا فيديو جديد. النهاردة هنعمل طريقة سهلة جدا للجندوفلي. هنعمله بأسهل طريقة وهيطلع معاكي حلو قوي وطعمه جميل ان شاء الله. النهاردة جبت كده ايه نص جندوفلي. بصوا هو حاجة كده من مشتقات، عارفين انتوا ام خلول؟ هو كده حاجة زيها كده بس على كبير شوية. تمام، هو طعمه حلو قوي ومغذي. بصوا انا جبت كده ايه نص. اول حاجه لازم اجيبه واغسله كويس قوي قوي قوي. بصوا انا يعني حطيته كده في الحوض في بوله كده وحطيت له ميه واشطفه كده بايدي واغسله واكب الميه واحطه تاني، وهكذا 3 4 مرات لحد الميه بتاعتك ما تنضف خالص وتلاقيها كده ايه بيضه شفافه. لان انت لو اول ما هتصفي الميه في القعريه هتلاقي فيه زي رمله. تمام، فدي اهم حاجه ان هو يتغسل كويس قوي قوي قوي. مرة واتنين وتلاتة لحد ما تلاقي زي ما قلت لك المية نضفت خالص. وبعد كده هصفيه من ميته، ممكن كمان احطه في حبة مية واسيبه شوية برضه عشان اتأكد ان الرملة خلاص ايه طلعت منه يعني وبقى نضيف. تمام. بعد كده هجيب الحلة بقى بتاعتي كده واروح على البوتاجاز بتاعي. هجيب حلة كده صغيرة يعني على قد الكمية اللي انا هعملها. طبعا زي ما قلت لكم بعد ما غسلته كويس قوي ايه وهسيبه ايه مثلا ايه يتصفى او انقعه شويه ايه في الميه عشان اتاكد بس ان هو نضف وان هو ما فيهوش اي طينه او رمله او اي حاجه خالص. تمام، هجيب كده ايه الحله واحط فيها معلقه سمنه. حطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت. عايز تحطي سمنه بس ماشي، ايه براحتك حسب بقى ايه ما انت متوفر عندك يعني. حطيت كده معلقه السمنه والزيت. هستنى بس ايه تسخن حاجه بسيطه وهنزل بقى عليها كده ايه معايا بصلايه متوسطه متقطعه حتت صغيره. تمام، بصلايه صغيره متوسطه مش بصلايه كبيره يعني. انا هنا زي ما قلت لكم انا هعمل ايه مقدار نص كيلو يعني. انا معايا نص كيلو جندفلي. بصوا هو حلو جدا، هنعمله النهارده بشوربه حلوه قوي قوي للناس اللي بتحب تشرب شوربته. جميل جدا بجد، الشوربه بتاعته مغذيه وطعمها حلو قوي. جربوها ان شاء الله النهارده الوصفه تعجبكم. يعني تجيبوا نص، تجيبوا كيلو، تجيبوا ربع، براحتكم حسب الكميه بتاعتكم. انا الصراحه بحبه جدا. كنت اليوم ده جايبه سمك وكده وجبت نص كيلو معاه. انا بحبه قوي وبحب كمان ام خلول اكيد كلكم عارفينها يعني. برضو ممكن تتعمل بنفس الطريقه دي. لو انت جايباها مش مفتحه مقفوله يعني وكده، برضو تنقعيها كويس قوي، تغسليها مره واتنين وتلاته وتعمليها بنفس الخطوات دي تطلع معاكي احلى بجد. ام خلول بجد حلوه قوي. خلاص نزلت كده بالبصلايه المتوسطه يا دوبك تدبل بس معايا، انا مش عايزه اديها لون ولا حاجه. واروح نازله كده ايه بمعلقه توم صغيره خالص، توم مفروم. انا هنا فرمه التوم عندي يعني ايه شايلاه عندي في الفريزر، في اي وقت بحتاجه بطلعه. خدت كده معلقه صغيره خالص مش عايزه كتير يعني. واقلبهم الاتنين مع بعض كده بقى. بصوا ريحتهم جنان، طالعين بقى ريحه كده. البصل مع التوم طلع ريحه حلوه قوي. يا دوبك بس يتبلوا. وهكون هنا مجهزه معايا إيه طماطمايه انا بشراها هنا. تمام، دي طماطميه برضو متوسطه بشرتها كده ايه بالمبشره بتاعتي. تمام، او عايزه تعصريها مفيش مشكله. بس انا هنا يعني انا هنا بشرها بالمبشره. هنزل بقى ايه هنزلها كده على البصل والثوم، او ما زي ما قلت لكم كده ريحتهم يطلعوا وياخدوا لون كده ايه بسيط، مش عايزاهم ايه ياخدوا لون قوي. واروح نازله كده ايه بالطماطميه بتاعتي برضو واقلب معاهم تقليبه كده ريحتها بصوا حلوه قوي بقى. هروح سايبهم بس ياخدوا ايه غلوه واحده بس كده، الطماطمايه مع البصل والثوم ياخدوا بس ايه غلوه واحده. بصوا يا دوبك اخدوا غلوه، ما حطيتش طبعا ميه ولا اي حاجه خالص. انا سبت بس البصلايه مع معلقه الثوم مع الطماطمايه ياخدوا بس غلوه. وهنا كنت خلاص طبعا شاطفه الجندفلي زي ما قلت لكم وصفيته كويس قوي. وبعد كده انزل عليه ايه انزله يعني ايه احطه على البصل والثوم والطماطمايه. يعني بجد مشوا كده ايه على التعليمات او اللي انا هعمله ده. بجد هتشربوا احلى شوربه بجد، عجبتهم قوي يوميها بجد. قالوا لي اعمليها تاني يعني جيبيه تاني واعمليه. هنزل هنا بقى طبعا بالتوابل عشان انا ما كنتش نزلت حاجه، ما كنتش نزلت تاني توابل ولا حاجه ولا حطيت توابل. هحط هنا معلقه ملح ومعلقه كمون، وممكن تحطي معلقه شطه ولو عندك بهارات سمك حطي. دي بتتجمع عند العطار. يبقى انا حطيت هنا
معلقه ملح ومعلقه كمون، وممكن تحطي معلقه شطه زي ما قلت لك. عندك توابل سمك حطيها. وهنزل انا كنت غاليه ميه طبعا في الكاتل، رحت نازله كده زي كوبايه بقيتين ميه. لو انت عايزه تزودي وتعملي شوربه ما فيش مشكله. انا مش عامله شوربه كتير يعني، انا قلت على كل واحد مثلا هياخد كوبايه، فممكن نزلت بكوبايتين 4 كوبايات ميه يعني، يا دوبك ميه عادل كده. تمام. لو عايزه تزودي شويه زي ما قلت لك وتشربيهم كلهم حسب افراد عيلتك مفيش مشكله. بصوا ده كنت انا مفرزه عندي ده بقدونس. تمام. عندك كزبره حطي، ده متفرز يعني في الفريزر. رحت جبت يعني معلقه كده، فتحت كيس خدت منه معلقه ورحت حطاه. انا هنا بفرز الحاجات دي ساعات كده عندي في الفريزر، في وقت مثلا ما يكونش عندي بطلعها. ساعات مثلا ممكن اروح السوق ما اجيبش، او انا مثلا عايزه اعمل اكله وما عنديش الحاجه دي، فانا بفرز الحاجات دي كده عندي في الفريزر، بس مش بكميات كتيره يعني، بكميات قليله عشان ما تقعدش كتير في الفريزر ويبقى طعمها مش حلو. تمام. هنا بصوا خلاص غلت وفتحت ازاي. بصوا الجمال بقى، بجد شوربه تحفه بامانه يعني. شويه شوربه كندوفلي ما اقولكوش، حكايه خطيره بجد، حلوه قوي، طعمها جميل. بصوا كل الجندوفلي اتفتحت ازاي، ريحتها بقى ما اقولكوش. كده خلاص استوت، يا دوبك هطفي بقى عليها واغرفها وبألف هنا وشفا. خلاص كل الجندوفلي خلاص فتحت وطعمها حلو قوي، وريحتها كانت جميله جدا. عايزه اقول لكم ان هي عجبت الولاد عندي قوي قوي. يعني انا ما كنتش عامله الصراحه شوربه كتير، حطيت لكل واحد كده كوبايه صغيره، عجبتهم يعني. قالوا لي ماما في شوربه تانية، قلت لهم لا والله، يعني انا كنت عامله كميه صغيره. قلت لهم المره الجايه بقى اجيبها لكم برضو واعمل، بس اعمل حسابي ان انا ازود شوربه شويه. كده خلاص هطفي عليها بقى كده واغرفها وبألف هنا وشفا. وده شكلها النهائي، ايه رأيكم بقى؟ ده شكل الجندوفلي، بصوا تحفة، فتحت زي ما قلت لكم. حلوة قوي، طعمها جميل جدا وريحتها حلوة قوي. ودي الشوربة بتاعتها، بصوا زي ما قلت لكم انا عملت يعني الشوربة مش كتير. طبعا انت هتصفي بقى الشوربة بتاعتها، مطرح طبعا البصل والثوم والبقدونس يعني البهارات اللي احنا حاطينها كله، بمصفى كده ولا حاجة، تصفي الشوربة بتاعتهم وتشربيها. انا هنا كنت مصفياها وهقدمها لهم بقى كده على الغدا وياكلوها. حلو قوي، بصوا الجمال. ايه رايكم؟ جربوا وصفتي النهارده ان شاء الله تعجبكم، وتقولي رايكم ايه في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو النهارده بتاعي عجبكم. كل سنه وانتم طيبين، ودايما تكونوا بخير وصحه وسعاده وسلام يا رب كده، اللهم امين. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. والله انا قلت اول جربوا مره وصفتي اصوره، اصلا وهستنى اول مره الكومنتات نعمله، بتاعتكم. قلت اصوره يعني. ربنا يبارك فيكم يا رب كده ويحفظكم. انا كمان عمري ما عملت حياتي. لا انا بحب المخلول، خلي بالك، فحلوه يعني، هي اخت المخلول. طبعا بحب المخلول بس ما